ده الكونت سان جيرمان أو الرجل الذي لا يموت. بيظهر في عصر ويختفي، وبعد كده يظهر في عصر تاني ويختفي. الحدث المتكرر ده بقى لغز تاريخي، علامة استفهام كبيرة. هل الكونت سان جيرمان مسافر عبر الزمن؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. يقال ان الكونت سان جيرمان اتولد ما بين 1691 و 1712. الكونت كان بيعرف نفسه على انه ابن امير ترانسلفانيا، وده عشان يفسر للناس ثروته الكبيرة. بتقول بعض الروايات انه كان موجود في زمن سيدنا عيسى، وانه حضر عرس قانا، واللي حسب المسيحية حصلت فيه معجزة تحول المية للخمر على ايد سيدنا عيسى. بدأ اسم الكونت يتشهر في اوروبا سنة 1742. الكونت قعد في قصر شاه ايران لمدة 5 سنين، اتعلم في المدة دي فنون صياغة الجواهر، وبعدها يرجع لأوروبا مرة تانية. الكونت كان عنده خبرة بالفلسفة والتاريخ والموسيقى، ده غير خبرته بعلم الخيمياء، وده من أغرب العلوم في التاريخ. ثقافته وخبرته خلته ضيف دائم عند الأسر الحاكمة في أوروبا. سفريات الكونت سان جيرمان كانت كتيرة، وكل مكان كان بيزوره كان بيسيب أثر وراه. سنة 1743 يسافر من فرنسا لإنجلترا، وسنة 1745 يسافر سويسرا علشان يقابل الملك فريدريك الثاني، وسنة 1755 يسافر الهند، ومن بعدها يرجع فرنسا ويبقى ضيف عند الملك لويس الخامس عشر. وفي فرنسا يقابل الفيلسوف الفرنسي فولتير. فولتير سجل إعجابه بشخصية الكونت سان جيرمان، قال عنه إنه الرجل الذي يعرف كل شيء ولا يموت أبدا. الكلام ده كان معنوي من فولتير، كان يقصد بيه سمعة الكونت وسيرته. بس الموضوع أخد سكة تانية، وبدأت تظهر قصص غريبة حوالين شخصية الكونت سان جيرمان. الكونت اللي كان دايما بيظهر بصورة الرجل الأربعيني، يقال إنه كان عامل نظام غذائي قائم على الشوفان، وما كانش بياكل قصاد الناس أو في الحفلات العامة. هنا ظهرت فكرة غريبة، الفكرة اللي شغلت بال البشر من زمان. الكونت قدر يتوصل لسر حجر الفلاسفة أو إكسير الحياة. طبعا مفيش أي أدلة تاريخية أو علمية على الكلام ده، ولكن تظهر أساطير حوالين شباب الكونت الدائم. أول رواية كانت سنة 1760 في حفلة مقامة في بيت مدام بومبادور، ودي كانت عشيقة الملك لويس الخامس عشر. الحفلة كان مدعو ليها الكونت سان جيرمان. الخبر ده لفت انتباه الكونتيسة فون جورجي، واللي كانت قابلت شخصية بنفس الاسم في إيطاليا، وكانت المقابلة دي سنة 1710، وحبت تشوف الشخصية اللي بنفس الاسم والصفة. الكونتيسة العجوز تتفاجئ انه نفس الشخص اللي قابلته في ايطاليا، ولكنه مكبرش ولا يوم. فان جورجي سألت الكونت على انها قابلت ابوه مثلا، قال لها لا، هو نفس الشخص، وقعد يفكرها باللي حصل بينهم. وهنا كانت الصدمة لما اتقابل الاتنين في ايطاليا. الكونت كان عنده 45 سنة، ومع مرور الزمن الكونتيسة كبرت، لكن الكونت سان جيرمان لسه زي ما هو. الكونتيسة قالت له انت المفروض دلوقتي عندك 100 سنة. قال لها مفيش حاجة مستحيلة. بعد الحفلة دي الكونت يكمل رحلاته ويروح هولندا سنة 1760، وفي هولندا يقابل كازانوفا، وده اشهر عاشق في التاريخ. كازانوفا قال عنه انه كان عجيب وغريب، ما كانش عنده مشكلة انه يقول ان عمره 300 سنة، وانه عارف اسرار الكون وعلاج امراضه، وعنده القدرة في انه يتحكم في الطبيعة، وكمان عنده القدرة انه يدوب الالماظ ويحول الرصاص لذهب، وده عن طريق علم الخيمياء السحري. سنة 1762 يوصل الكونت للأراضي الروسية. يقال إنه كان ليه دور في الانقلاب اللي اتعمل على كاترين الكبرى، وإنه كان ناصح لقائد الجيش الروسي خصوصا في حربه ضد الدولة العثمانية. سنة 1774 يرجع الكونت لفرنسا. وقتها الملك لويس السادس عشر ومراته ماري أنطوانيت كانوا بيحكموا فرنسا. الكونت حذروا من ثورة هتتعمل ضده بعد 15 سنة، وسنة 1779 يسيب فرنسا ويسافر لهامبورج في ألمانيا، وتنشأ صداقة بينه وبين الأمير شارلز كاسل، ويبقى مقيم في قصره لمدة 5 سنين. وسنة 1784 يموت الكونت سان جيرمان، يموت في ألمانيا ويدفن في قصر الأمير صاحبه. المفروض إن القصة تخلص على كده، لكن تظهر حكايات تانية. سنة 1785 تظهر أخبار رؤية الكونت مع التنويم المغناطيسي. بعد الثورة الفرنسية في كونتيسة ظهرت اسمها كونتيس دي إدمار. الكونتيسة نشرت مذكراتها سنة 1821، اتكلمت في المذكرات عن الكونت سان جيرمان، الراجل الأربعيني اللي قابلته سنة 1789، واللي كان قايل لها على مستقبل فرنسا. وقالت إنها شافت الكونت يوم إعدام الملكة ماري أنطوانيت، وكمان قابلته سنة 1815 وسنة 1820، ودي كانت آخر مرة تشوفه فيها. في صحفي قال إنه شاف واحد شبه الكونت بعد كده، بس الراجل ده كان اسمه ميجر فريزر اللي كان راجل غني ومش معروف مصدر فلوسه. الصحفي قال عليه إنه كان راجل في الأربعينات من عمره،
وعنده معرفة كبيرة بتاريخ الممالك الأوروبية، وكأنه كان عايش بينهم واتعلم تاريخ البلاد دي. وما بين سنة 1880 لسنة 1900 يظهر اسم الكونت مرة تانية. ظهرت حركة اسمها سيوصوفية، الحركة اللي تزعمتها واحدة اسمها هيلينا بلافاتسكي. هيلينا وقتها قالت إن الكونت لسه عايش، والكونت واحد من الحكماء اللي بينشروا تطوير الروحانية في أوروبا. وانتشرت صورة لهيلينا مع الكونت الأربعيني. سنة 1897 كان في مغنية فرنسية اسمها إيما كالفي. إيما قالت انها اهدت صورة للكونت سان جيرمان، صورة كان عليها توقيعها. واحدث ادعاء لرؤية الكونت كان سنة 1971. ريتشارد شنيفري كان ممثل وساحر فرنسي. ادعى ريتشارد انه الكونت سان جيرمان. ريتشارد قال انه يقدر يحول الرصاص لذهب باستخدام علم الخيمياء. ريتشارد وافق يعرض تجاربه على التلفزيون وفي حضور علماء وسحرة علشان يكتشفوا الحقيقة. والغريب ان محدش قدر يثبت صدق او كذب الراجل ده. ريتشارد كان على علاقة بالمغنية المصرية الإيطالية داليدا، لكنه يسيبها ويرتبط بواحدة تانية وينتحر الاتنين سنة 1983. وبعد ريتشارد مفيش حد ادعى تاني انه شاف الكونت سان جيرمان. الشخصية اللي اتفق ناس كتير عليها انها كانت شخصية حقيقية، والسجلات الألمانية أثبتت تاريخ وفاته، لكن حياته كانت سبب ظهور الأساطير حواليه. لحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.